بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال. ما تنصدموش من الكركبة اللي انتوا شايفينها دي، لان طبعا الكركبة دي كركبة الشتاء، كركبة دخلة الشتاء بقى. كله بنشيل بقى الفرش بتاع الكراسي ونشيل الستاير ونجهز بقى لفرش الشتاء. طبعا احنا كنا غاسلين الفرش، شايلين الفرش بقى وغاسلينها. شيلنا فرش الانتريه والسفرة وغسلناهم مع بعض. لسه بقى ان شاء الله هننضف الصالون بتاعنا. بس انا قلت بقى ايه، هنصور مع بعض يوم روتيني كده، يوم جديد ان شاء الله يعجبكم. بس بتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ان اول حاجة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ودايما ما يبقاش عندنا كسل كده ونتنشط ونعمل. طبعا احنا متفقين ان احنا كل يوم نعمل حاجة في ترويق في الشقة، علشان يبقى عندك وقت ومجهود تقدري تكملي بقية يومك، وتقدري تكملي الوقت الطلبات الموجودة في البيت. طبعا انت عارفة ان البيت كله طلبات ما بتنتهيش. فطبعا احنا مع بعض كده اول حاجة كده عملت ايه، جبت الكساوي الشيلت. طبعا الشيلت دي انا كنت مطلعها في الشمس شوية، فجبت الكساوي بقى علشان اركبها. وبعد كده هبتدي اركب كساوي الانتريه مع بعض. بندي كده الموبيليا بتاعتنا كده مسحة قبل ما نركب الكساوي، ونديله برضو تنفيضة كده، هبدة كده، ننضف التراب اللي فيه. وبقى طبعا انا عندي الانتريه بتاعي قديم شوية، جبت له الكساوي دي عشان تحافظ عليه، زي اي ست مصرية يعني بتحافظ على العفش بتاعها بان هي تحط عليه الانتريات بتاعتها الكسوة، عشان تحميها طبعا من بقع الاكل والتراب والولاد. فبنركب بقى الكساوي بتاع الكراسي، وبعد كده بنحط عليه الشيلة. طبعا ان الشيلة تبقى كسوتها لوحدها ديتي في منتهى السهولة، يعني حاجة ما شاء الله احسن حاجة في الدنيا. وكنا غاسلين برضك مع بعض الكبرتيات. طبعا احنا طلعنا بقى البطاطين، فندخل بقى الكبرتيات بتاعتنا بتاع الصيف، وهنفرش مع بعض السجادة. ما استغل ان ولادي موجودين، فقلت بقى ايه، هيمسكوا عليها الكراسي ويشيلوا الكراسي وانا افرد السجاد. وهنحط عليهم كمان الحافظة، عشان الحافظة دي تحافظ على السجاد بتاعك من التراب ومن البقع ومن الاكل. وبتبقى سهلة بقى ان انت هتشيل السجادة بتاعتك وتغسليها، هتشيل الحافظة بتاعتك وتغسليها، بتبقى اسهل ما يكون، اسهل من انك تشيل السجادة كلها وتغسليها. وخلاص كده احنا فرشنا الانتريه بتاعنا مع بعض. ان شاء الله هنكمل بقى الفرش، بس لسه الستاير بقى مركبتش. بس طبعا حان وقت الغداء، فلازم أن يكون الغدا جاهز. فهنعمل ايه، هنطلع بقى نولع على الرز كده. ولعنا على رز بالشعرية، وبعد كده هنروح على الفرن بتاعنا نحمي الفرن بتاعنا بتاع الغاز. وكمان نشوي بقى، كان معانا عندنا سمك شبار وعندنا بوري، وكمان شوينا بتنجان مكبب كده. جبنا بتنجان كبير وشويناه علشان نعمل سلطة، ونعمل سلطة خضرة. ونعدي اليوم بقى احلى يوم، ان انت في اليوم اللي انت تكوني تعبانة فيه تعملي السمك المشوي ده. يا هتشتريه جاهز مشوي من بره، وهتعملي انت الرز وهتعملي السلطة خلاص كده يبقى الغدا بتاعك جاهز. لا، او هتشوي انت في البيت زي ما احنا بنشوي كده في الفرن بتاع الغاز او في فرن البوتاجاز. بس انا ما بفضلش يعني ان الواحد يشوي في قلب الشقة ابدا، لان هي بتخلي ريحة الشقة فظيعة. تشويه بره اوفر، يعني بدل ما تجيبي ازازة المعطر بقد كده علشان تنضفي الشقة من ريحة السمك، لا تشويه بره احسن. وخلاص كده ما كان معانا برضو الجران او البوري، شويناه وطلعنا السلطة البتنجان بقى اللي هنعمله سلطة البتنجان المشوي. وعدينا يومنا بالسمك المشوي.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.